السلام عليكم البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل في صحة جيدة. كما كتشوفوا اليوم غادي نحضر معكم بزوز دجاجات ان شاء الله يا ربي. غادي نحضر هذه الاطباق. كما كتشوفوا، يعني رمضان ما راهش باقي له كما اليوم صايره باقي له يومين. على هذيك البنات قلت نوجدهم منها البنات. راني مريضة وسختو مكراعي. آمم، قُلت نوجّدهم على روحي، وتاني عندي غادي نفوّت إن شاء الله، ما غاديش يعني نلهى، surtout البنات هاذو التحضيرات اللي ما غاديش تلهى، اللي عندها ظروف توجّد. كاين بزاف ضد التحضيرات، لكن أنا وجّدتهم هاذيك هي قبل بيومين باش رمضان إن شاء الله ديبي تاع رمضان. غادي عندي تفوات، عندي بزاف أمور، على هاذيك ما غاديش نلهى البنات للطياب وكاع. قُلت غير من هادو نبدا نجبد إن شاء الله يا ربي إلى حيانا ربي. المهم البنات هنايا شوفوا هذا واحد الصدر، يعني نُص تاع صدر، طرّفته كيما هاكا درته دي طرونش رقاق اسكالوب. المهم درت له غير لهنا بشوية فلفل أسود وشوية ملح وتوابل تاع الدجاج، هذا مكان. ما تكثروش بزاف البنات لي زيبيس ودرت لا شابلور. المهم هنايا بالنسبة للا شابلور درت لها شوية كركم وهذا مكان، يعني غير باش تجينا صفرة. دوك تاني كنوريكم الطريقة اللي درتها من بعد كينا. مهم نديرو في الأولى في الفرينة ونزيدو في البيض اللي كنت درت له قرصة تاع ملح. طبعا ما تنسوش الملح. و... وتاني درت له شوية زيت بلا ما ننسى. مهم راكم شفتوا واش درت. وهنايا غادي نكتب لكم البنات، غادي نكتب لكم توابل تاع الشاورما، نكتب لكم كاع لي زيبيس اللي غادي نديرهم. باش ما نطولش عليكم لا فيديو. لانه بزاف ما يبغوش لي فيديو طوال على هذيك. شوفوا هذا الفيديو بالك كون نقول لكم درت فيه نص نهار، انايا درت فيه نص نهار وانا معاه. على هذيك شوفوا قللته، شوفوا درته يجري غير باش ما نطولش عليكم. هنايا خدمت تانيك نص صدر هكاك، درته دي طرونش رقاق، صغرتهم درتهم شاورما، خليت لكم كاع لي زيبيس اللي درتهم. وهذا البنات تانيك درت الرولي. تانيك درت فيه الخبز يابس، المعدنوس، شوية زبدة، شوية فلفل أسود، شوية ملح، شوية ثوم، شوية سكنجبير، توابل تاع الجبن البنات. شنو نقولكم، واحد البنة غير شروهم، ما تنسوا ما تراطوهمش هذا رمضان، غير شروهم أنا والفتهم. شوفوا يعطوك واحد البنة تحسي راكي دايرة في هذيك الحاجة فرماج وانت ما دايراش. وسورتو مرات ما يكونش عندي الفرماج نديره هكا في الروز، نديره في المقارون، يجيني بزاف بنين. المهم هنا نخلطهم كيما هكا. ما تكثروش البنات البيض غير. شوفوا انا درت واحد الملعقه كبيره تاع بيض، ما تكثروش، يعني ضربي ديك البيضه وديري منها غير فتاته وخلي الصوالح الاخرين. المهم هنا خلطتهم وحكمت هنايا السلوفان، يعني دوبليته البنات باش ما يتقطع لي درت له شويه زيت هنايا دهنته. لازم تدهنوا الزيت لانه تاع الورشات البنات يدهنوا شتهم يديروا الزيت. على هذيك دهني زيت وزيدي طلي يديك بالزيت باش ما يبداش يلصق لك. و ايطالي هنايا مليح، ديريه على شكل مستطيل وديري. انتي تبغي ديري شويه كفته وتزيدي الجبن، تبغي ديري الجبن وحده. انا هنا البنات بغيت نديره غير بالجبن، ما بغيتش نخلط، يعني ما بغيتش نخلط. شويه بغيت ننوع في الصوالح اللي عندي. المهم هنا ديري كمية تاع جبن لا باس بها، ديري يعني كمية مليحة. أنا هنايا استعملت هذا موندور لا يجعل غير ما يذوبليش، أنا ما نبغيش هذاك الجبن اللي يذوب. وشتاه شوية هاد المرات جا طري بزاف. على هذيك ديروا طرف مليح. مهم ماذا بكم فرماج اللي ما يذوبش بالخف، باش نأكدها لكم، اللي ما يذوبش بالخف باش تجيكم يعني تجيكم شابة. وهنا تبدو تبلعوا كيما هكا وتزيروا. لازم تزيري على الرولي تاعك باش لا فورم تاعه تسقد. وتانيك يجيك متحوف، لازم هذاك الهواء قاع تخرجيه. وهنا كما كنتوا تشوفوني لوين لويزين ونبدا نزير. ومع التالي تاني كنزير عليه غاية غاية باش يجيني يعني مسقد غاية. شوفوا هنا أنا كما كتشوفوا راني مدوبلة السلوفان. وبلا ما تقولوا لي السلوفان وما لازم السلوفان البنات هذا تاع الطبخ.
أنا كلشي غطيته بالسلوفان، كلشي غادي نديره يطيب بالسلوفان، أنا غادي ناكله. المهم أنا نعقد منه ومن بعدها إن شاء الله كي نجبده البنات من المجمد، غادي نديره في ساشي تاني دو كونجيلاسيون. من نجبده البنات من المجمد نذوبه شوية، نديره في ورق الزبدة ونزيد له ألمنيوم باش عاداك نطيبه نفوره عاداك نقليه في شوية زبدة، ما نرمده ما والو. وهنا ليكويس البنات، هذا ليكويس مسكين شاب معايا، قاع الخدامة هنا سهيتهم كيما كتشوفوا، قاع لقيتهم حافيين، معليش بصح هكاك وكملت. المهم هذا الكويس الأول ما خليتش فيه. وشوفوا البنات الدجاج ما على باليش كيفاه يجي هكا أحمر من الداخل والله. مع إنه البنات درت له من نقيته درت له الليم، كثرت له الليم، درت له الليم، درت له الملح، كثرت له تانيك الملح. المهم تقلعوا هكا الفخذ تقعدوا تتبعوا في العظم. انا هذا الاول كيما قلت لكم شرملته، بصح الزاوج صاي كي شغل كي توالفي. شوفي غير الاول تخسريهم، بعد كي توالفي انا كنت ناسيه شويه العفسه، لكن كي توالفي بالخف. المهم تقلعوا كاع هذاك الاحمر، هذاك الاحمر انا كاع قلعته، هاكا فيه كي الدم مكتل. وتبدي هاكا تتبعي، تبدي هذوك اللي بلايص محفرين عمريهم، وتانيك اللي يجوك خشان تانيك حليهم. وهنا بالنسبه للحشو درت شويه تاع كفته، كفته تاع مهم اللي عندك غنمي ولا بقري ولا مهم كفته. ودرت لها شويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه ثوم، وشويه شوية ملح، شوية فلفل أسود، شوية معدنوس، وشوية ثوم. هذا ما كان، ما درت لها لا بيض لا والو. تبغي تزيدي شوية تاع البيض زيدي، بصح أنا ما بغيتش نزيد، يعني هذيك هي ديجا غادي نحشي بيها. وحشيتها من الداخل بالفرماج، وزيد درتها في الوسط وبلحت كيما هكا. وندير السلوفان البنات، ندير السلوفان عادك ندير الخيط، لانه البنات هنا الخيط ما راش عندي خيط غذائي، لا غالب ما راش عندي خيط غذائي، قلت غير نشري ونسيت. المهم هنا تاني تدهنوا غاية هذاك الكويس تاعكم بليزي بيس. المهم هنا من بعد انا درت خلطة. المهم ديري خلطة دوك نخليها لك هنايا، نكتب لك شا درت فيها. دهنيهم غاية، دهنيهم غاية. ها هي تدهنيهم كيما هكا بالسلوفان، تانيك البنات تدهنوا من الداخل. هذه خلاص راني تبلتهم يعني من الداخل. شوفوا ما تكثروش البنات لي زيبيس في هادو الصوالح، سورتو هذا الكويس وكاع ما تكثريش، ديري غير هكا غير طلي حاجه خفيفه. خاطرش كي تكثري البنات ما يجوش كاع بنان. كي تكثري لي زيبيس راني مجربتها البنات، راني مجربتها ما نهدر. واحد المره يعني درت لها لي زيبيس بزاف، كثرت لها. شوفوا حسيتها باللي جات ثقيله. بصح كي ما تكثريش لي زيبيس، كي شغل كي توجدي هذيك الخلطه غير تدهني دهنه خفيفه، يعني ما تكثريش. وديري الملح طبعا. المهم هنا زدت درت زوج تاع لي كويس كيما هاك بزاف عليا، يعني ما غاديش نجبدهم، انا نجبد نهار كويس ونهار كويس. غير كيما قلت لكم ما عندي يعني ما عنديش عائلة كبيرة. وهنا البنات تانيك هذا الحشو، يعني خلطت شوية كفتة شوية روز، المهم نديرو خطرة هاك خطرة هاك. خلطت شوية كفتة شوية روز، وتانيك درت لي زيبيس وعمرته تانيك بالفرماج. بغيت شوية نبدل يعني ما يجوش كيف كيف. المهم تانيك تاع الروز يجو بنان، وتزودوا هذاك الروز شوية تاع زعتر شا نقول لكم يجي بنين. وتانيك ندهنوا بهذيك الخلطة اللي قلنا. المهم تبلعوا عليهم بالسلوفان زين. انا قلت لكم راني ندوبلي، خاطرش نخاف السلوفان يطرطق لي ولا ما على باليش. المهم ندير احتياطاتي. ومن بعد نحكم هذاك الخيط، نديره على شكل تومه هكاك نلويه. كي شغل نبدا نحكس، نبدا نزير، ونبدا نحكس. ومن بعد التالي نعقدها غايه، يعني تعقدوها غايه باش ما تنتحلكمش. وما تخافي ما والو، ما غادي تنتحلك ما والو. من بعد كي تجبديهم من الكونجيلاتور خليهم يذوبوا، وديريهم في ورق الزبده، وديريهم في الالومنيوم. خليهم ديريهم يطيبوا في الكوشه. ديري شويه ما في البلا و وخلاص خليهم شويه يطيبوا. كي يطيبوا لك خرجيهم وحمريهم في الكوشه، يعني عريهم، قلعي لهم كاع هذاك السلوفان وهذاك ورق الزبده وكاع، وديريهم يتحمروا من الفوق بشويه تاع دهان.
وهنا تانيك التوابل تاع الأجنحة تاع الدجاج كيما قلتو الجناح نقسمها هكا على زوج، وتانيك الأجنحة تانيك تسحقيهم ما غاديش يعني ما تقلعيهم ما والو، هادو تاني ديريهم كاش نهار مع مع لي فريت ولا مع روز، المهم واحد شوية يبدل. هذا مكان سورتو أنا عفوا الزوج تاعي يبغي الأجنحة تاع الدجاج، على هاذيك قلت نديرهم خير من نضيعهم هكا نطيبهم مرقة ولا نديرهم نديرهم إن شاء الله وحدهم. وهنا البنات شوفوا هاد الغوصات غادي نخليها لكم، يعني نديرها لكم في فيديو وحده. شوفوا هنايا ما كانوش كاع ليديا يبانوا كيفاش كنت نعمر في هذوك في هذوك الأجنحة فيها عفوا في هذوك الفخاد، هادوك لي كويس البنات. شوفي من زوج تاع لي كويس تخرجي حتى ل8 البنات، حتى ل8 تاع لي كويس. شوفوا كيفاش درت لهم، دوك ندير لكم بعد الطريقه ان شاء الله في فيديو وحدها باش مانيش باغيه البنات الفيديو هذا يجيني طويل. مهم تعمروهم كيما هكا، تعمروا الحشو بشويه فرماج وديروهم في هذوك العظومه وتشكليهم كيما هكا كيما الفخذ، ومن بعد ترمديهم في الفارينه تزيدي البيض وتزيدي لا شابلو. ولا شابلوغ البنات باش تجيكم صفرة وتجيكم شابه لا كولور تاعها. هنا البنات غير التصوير ماش عاطيها حقها، لا غالب الاضاءه ما راهيش عندي. شوفوا دوروا شويه كركم، دوروا له شويه تاع الماء، غير كيما نقولوا رشه تاع الماء في الكركم، يعني ما تجروهش، غير شمخوه هذاك الكركم، يعني دوروا ملعقه كبيره. ومن بعد تبدي تضيفي في هذيك لا شابلوغ، تبدي تضيفي وتحبكي تضيفي وتحبكي حتى اللي يرجع البنات لا شابلوغ ترجع لونها صفر، تخرج بزاف لا كولور تاعها شابه. قلت لكم هنا والله يا البنات التصوير ما عاطيها حقها. مهم وكيما هكا قلت لكم ترمدوهم. تبغوا هنايا الترماد يعني ديري فرينه وتزيدي البيض وتعاودي ثاني تزيدي الفرينه وتزيدي البيض ومن بعد تزيدي البيض وتزيدي لا شابلوغ باش يجيك يعني طبقه كبيره تنجمي. لكن انا هنا البنات ما نبغيش ديك الطبقه الكبيره، يعني تاع كيما المحلات يرمدوها ويعاودوها شو تجي نصها غير لا شابلوغ وكاع. نبغي طبقه خفيفه. ومن بعد كي تجبديهم تخليهم يذوبوا شويه. البنات هذو ما يبغوش ينقلوا بزاف، يعني كلشي راه طايب، كلشي راه طايب، غير تحمريهم من ومن وخلاص. وها هما البنات بعد اللي وجدت تانيك شوفوا هذو الأجنحة، تانيك درت هذو الكرات اللي بقات لي تاع الكفتة. وها هما الكويس، وها هما تانيك الكويس الكذابين والكباب. وهذا الاسكالوب. وتانيك هذا البنات الكفتة تاع الدجاج اللي بقات طحنتها وتبلتها تانيك وكورتها. وهنايا تانيك هذوك كيما الاخرين ورولي. مهم ان شاء الله يعجبكم تحضيراتي لنهار اليوم، وان شاء الله يدخل علينا بالصحة والهنا وطول العمر ان شاء الله. نخليكم الى فيديو قادم. سلام.